السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم في فيديو جديد. أسود الأطلس كيمتعو وكيقنعو في المونديال وفوز تكتيكي كبير بزاف على اسكتلندا بواحد لزيرو. اليوم غنهضرو على هاد الماتش والتفاصيل اللي دارت الفريق، كيفاش قرر محمد وهبي يفرض الأسلوب ديالو ويفكك الشفرة ديال الدفاع الاسكتلندي. كوب كاس ديال اتاي ويلا نحلو الماتش بالتفاصيل. ندخلو نيشان في المعقول. هاد الماتش زاد اكد لينا البصمه والاسلوب ديال محمد وهبي مع هاد المجموعه. الفرقه غاديه في نفس الخط التصاعدي اللي كيعتمد على الحركيه والسرعه والثقه الكبيره اللي عاطينها اللاعبين الشباب بحال الصباري الخنوس وعيسى ديوب. هاد المنظومه ولات منسجمه بزاف وشفنا كرة عصرية كتعتمد على التمرير القصير، تبادل المراكز والضغط العالي اللي ما كيخليش الخصوم يتنفسوا. اسكتلندا دخلوا ببلوك دفاعي هابط وسادين كاع المنافذ من الجانب حيت عارفين الخطوره ديالنا، ولكن القراءة التكتيكية ديال وهبي لقات الحل في الاختراق من العمق والاعتماد على القادمين من الخلف. وهنا غنوقفوا عند لقطة الماتش. البيت ديال اسماعيل الصباري، التحرك ديالو بلا كرة في المساحة ضيقة كان هربان بزاف، استغل الثغرة في التغطية الدفاعية وبلمسة معلم حط الكرة في الشبكة. هادشي كيبين بلي الفرقة ولات عندها حلول اوتوماتيكية واجدة ملي كتسد الاطراف. الا جينا نشوفوا الارقام، المغرب سيطر على الكرة بنسبة كتفوت 60%، والاهم هو اننا حرمنا الخصم من نقطة القوة ديالو اللي هي الكرات الثابتة والمرتدات السريعة. التمركز ديال خط الدفاع بقيادة الكبار وتوجيهات وهبي من ليدينغ زون كانت ممتازة، ويقظة الحارس بونو عطات امان كبير للمجموعة وخلانا نخرجوا بالكلين شيت. خلاصة القول، المنتخب مع محمد وهبي غادي يتباد وموجد الماتشات ديالو مزيان. فهاد المونديال رجل المباراة بالنسبة ليا وبلا نقاش هو السيباري اللي دار مجهود جبار. حتى الزلزولي تا هو دار مجهود جبار، ولكن السيباري حسن لنا البيت في الدقائق الاولى من المباراة، عليه عطيتو هاد رجل المباراة. وانتم الخوت، شنو بان لكم في تسيير محمد وهبي لهاد الماتش؟ خليو لي ارائكم ديالكم في الكومنتات لتحت، وديروا لايك وبارطاجيو الفيديو واشتركوا باش يوصلكم ديما الجديد. تبارك الله عليكم. تشاو تشاو.